وبيقع نيمار ما بيقومش تاني. تعالى بسرعه هوريك فيديو سري جدا وبعدين هنتكلم في حاجه مهمه سوا. عندي ليك خبرين، خبر وحش وخبر حلو. الخبر الوحش انسى كاس العالم، والخبر الحلو انك هتقدر تقف وتمشي تاني. A boa notícia é que você vai conseguir ficar em pé e andar novamente. دي كانت نسخه من الحوار بين الدكتور واللاعب وهو بيقول له خبر مفاجئ، خبر كان سبب اساسي في الخساره التاريخيه للبرازيل قصاد المانيا في قبل نهائي كاس العالم 2014. كوره عاديه جدا بيقرر المدافع الخصم يضغط فيها على نيمار ويخبطه في ظهره وبيقع نيمار ما بيقومش تاني. ناس كتير اتريقت وقالت اكيد بيمثل لانه كان معروف بالحركه دي، لكن الحقيقه ان نيمار وقتها كان اتعرض لكسر في العمود الفقري، تحديدا كسر في جزء من الفقره القطنيه الثالثه. هتسالني هي دي اصابه ينفع العب بعدها رياضه تاني؟ هقول لك ان ده حصل فعلا بعد 6 اسابيع تقريبا، يعني رغم حساسيه مكان الاصابه واللي اكيد ممكن ياثر على الحركه، لكن الموضوع مش زي ما بنشوف في الافلام ان كسر في العمود الفقري يعني كرسي متحرك لباقي العمر. وطبعا النتيجه بتكون حسب الاصابه، هل هو جزء من الفقره زي نيمار ولا كسر كامل في الفقره؟ طب هل الكسر في اكتر من مكان في الفقره؟ في حاجات تاني بتاثر تاثير كبير على نتيجه العلاج، زي التعامل الاول مع الاصابه كان ايه؟ المصاب اتحرك صح ولا غلط؟ طب اتشال صح ولا اتشال غلط ساعه الاصابه؟ كلها اجابات بتفرق في العلاج اللي بيتدرج من برنامج تاهيلي لحد العمليات. ربنا يبعد عنك شر الاصابات ودمت دايما في حركه وصحه.